راح ندير معكم طاجين لفة الباذنجان، طاجين جزائري يجي بزاف بزاف بلي نجربوه وساهل يعني ليه يوجد. انا عندي باذنجان بعد ما غسلته راح نقطعه نقليهم، تقدروا ديروهم في الفرن. انا فضلت نقليهم، انا درت لهم شويه ملح وراح نقليهم في المقله. هنا عندي شويه فيونداشي، شتو كي ولينا نشروه يعطونا غير قد ما تشري بزاف يعطيك غير شويه. هنا درت معلقه خبز يابس قزبر وبصله وثوم، ودرت التوابل فلفل اسود كركم زنجبيل وقزبر ملحي والملح، خلطتهم مع بعض. راح نشكلهم. هنا تقدروا تقلوهم زعما ديروا كلشي طايب، بصح انا ما بغيتش، بغيت يعطوني البنه في الطاجين، بغيت اللحم يطيب وسط الطاجين. تقدروا تطيبوهم ثاني في المقله. هنا راح نلفهم هكا هما نيين. وفي طاجين كنت درت شويه زيت بصله وثوم، خليتهم يتقلاو مليح على نار هاديه. من بعد ضفت لهم طماطم 2 حبات متوسطين الحجم، وضفت التوابل اللي كانت باقيه. انا خليتهم يدوا غليه وحده وضفت لهم هذاك الرولي تاع الباذنجان، لفات الباذنجان كما نقولوا حنا. وصفه بسيطه وليه توجد. لازم يكون معايا يسجل في الفيديو لازم. هنا نغلق عليه النار، دائما في الطاجين تكون هاديه. في الاخير رشيت شويه معدنوس، وها هو واجد معنا. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. سلام.